في إحدى الليالي الحافلة كان أعظم مغتال في العالم في أداء مهمة تابعة للمنظمة. المهم خلص شغله باحترافية كالعادة وانطلق إلى وجهته، ولكن بسبب كبره في السن قرر إن هو يتقاعد عن عمله كمغتال ويشتغل في التدريس. ولكن المنظمة ما كانش عاجبها الكلام. أول ما عرفوا بخبر تقاعده قرروا إنهم يقتلوه، وعلشان يعرفوا يعملوا كده استنوا لحد لما ركب طيارة العودة وانطلقت في الهواء، وبعدين فجروها ومات هو وكل اللي فيها. ولكن بعد وفاته إذ بيلاقي نفسه في مكان غريب جدا. ظهرت له واحدة قدامه وقالت له انت دلوقتي مت وعندك خيارين. الخيار الاول انك تتولد في نفس العالم من غير ذكريات كشخص جديد، اما الخيار الثاني فانك تتولد في عالم جديد بنفس الذكريات. ولكن اذا اخترت الاختيار الثاني فكده هيكون لك الافضليه، وعلشان كده لازم تنفذ لي الطلب. الراجل قال لها تمام انت عاوزاني اقتل مين؟ قالت له كويس انك عارف. قالت له انا عاوزاك تقتل بطل العالم الجديد. الراجل قال لها موافق بس لازم اعرف السبب الاول. قالت له بص يا عم، بعد ولادتك ب 14 سنه هيظهر ملك الشياطين والبطل ده هيقتله، بس بعدها هيحصل حاجه غريبه وهتخليه يدمر العالم، وانا عاوزاك تقتله قبل ما يدمر العالم. قال لها تمام وعرفته بتاريخ العالم الجديد كله. بس الراجل قال لها دلوقتي انا كبشر ضعيف جدا، ازاي اقدر افوز على البطل اللي قدر يهزم الشيطان؟ قالت له بص انا هخليك تختار قدراتك زي ما انت عاوز بس بحد اقصى 5، وده طبعا اقصى حدود للانسان العادي، وبدل ما تاخد ميزه سحريه واحده هتاخد الاربعه كلهم، وكمساعده مني يا عم هتتولد مع عائله مختصه في القتل علشان تساعدك في التدريب، وبعد 18 سنه لازم تقتل البطل. فقال لها الراجل تمام. وبالفعل بيتولد لوغ في عائلة قتلة محترفين، أمه اسمها إسري وأبوه اسمه كيان، والعائلة بتاعتهم اسمها عائلة توا. وبعد مرور 7 سنوات بيكون لوغ بدأ يقوي نفسه ويتدرب علشان يطيح بالبطل، وبياكل كل يوم أكل صحي وفيه بروتينات علشان يساعد جسمه في النمو وما إلى ذلك. وبتكون أم لوغ بتحبه جدا والعيلة سعيدة، وبين إنها كأي عيلة عادية، بس دي عيلة مغتالين يا معلم. بعد ما بيخلصوا أكل كيان بياخد لوغ على غرفة التدريب وبيفحص جسمه وبيدربه وبيشوف علامات نمو وما إلى ذلك، وده طبعا علشان عائلة توا ليها خبرة كبيرة جدا في مجال الطب. المهم بعد فحص جسم لوغ بيقول له الأب إنك جاهز دلوقتي علشان تاخد عينين عائلة توا، وهذه العينان لها القدرة على رؤية المعنى والأجسام البعيدة جدا، ومميزاتها كثيرة جدا وده طبعا أكتر حاجة ممكن يحتاجها المغتال. بيتعمل العملية لوغ وفعلا بتنجح العملية، وبعد عدة أيام لوغ بيفتح عينه وبيتصدم من قوتها وبيقدر يشوف المسافات البعيدة وبوضوح جدا. لا هو مش بس كده، دي بتخليك تعرف الشخص اللي قدامك عنده سحر ولا لا، وقد إيه طاقته السحرية كمان. وبيفرح لوغ جدا بعينيه الجديدة، وبيقول لابوه إنه جاب له مدربة للسحر تدربه. لوغ بيفرح جدا علشان أخيرا هيتعلم السحر. أمه بتجهزه طبعا، وأنتم عارفين الأمهات يا جماعة. لبسته هدوم بنت كده وطلعته علشان يشوف معلمته، والمفاجأة إنها بتكون بنت صغيرة هي كمان، وتدعى ديا، ودي بقى بتكون من أقوى 5 سحرة في مملكة سويفل. المهم بعد الترحيب بيعرف لوغ بنفسه لديا، وبتعطيله ديا بلورة كده تدعى بحجر فال، وذلك لقياس قوته السحرية. البلورة اتملت طاقة وسام انبهرت من قوة لوغ. لسه ما كملتش كلامها وبتلاقي البلورة بتفيض بالطاقة وخلاص هتنفجر. فأول لما بتشوف ديا كده بتخلي لوغ يبعد البلورة عن جسمه، وبيحدفها في الجو وبتنفجر وبتعمل انفجار أشبه بقنبلة نووية. ديا في الوقت ده كانت مرعوبة جدا من اللي حصل، وبتيجي عائلة لوغ وبيكونوا فرحانين جدا من قوة لوغ الكبيرة، وبتستغرب منهم ديا كده ولكن بتعدي الموضوع. وتاني يوم بتروح ديا مع لوغ علشان تشوف ميزته السحرية. البنت بتنبهر جدا بعد ما بتلاقي معاه الميزات ال4، وما بتكونش مصدقة اللي هي شايفاه، فعلا شيء غير قابل للتصديق بالنسبة لها. بتعلمه ديا السحر وازاي يصنعه، وبالفعل بيتعلم لوغ السحر في ثواني. تخيلوا الموضوع واقف على كده؟ لا والله. بعد ما رجعوا على البيت لوغ قدروا انه يصنع تعويذة بنفسه وعلمها لديا كمان. البنت فرحت جدا وانبهرت من لوغ اكتر، وتاني يوم اخدها لوغ علشان يبهرها اكتر، وبفضل مهارات لوغ وقوة تخيله قدر ان هو يصنع بندقية بطاقته السحرية، وعلم ديا التعويذة هي كمان. وانا في الوقت ده معرفتش مين اللي بيعلم مين الصراحة. المهم بيمر الوقت وبيجي اخر يوم لديا في بيت عائلة لوغ. البنت باين عليها انها بقت بتحبه وهو كمان حبها، وقالت له يا ريت نفضل كده على طول. لوغ اول لما سمعها قام وعطلها سكينة من التيتانيوم وقال لها دي هدية مني بقى لحد لما اشوفك تاني. البنت فرحت جدا وعطت له باللورة هدية ليه هو كمان، وقالت له وعدني انك تيجي تزورني كل فترة. قال لها تمام ووعدها بكده. وتاني يوم ودعته ديا وبعدين رجعت على مملكتها. وبعدما ذهبت ديا كيان اخذ لوغ لتعليمه اساسيات عيلتهم. قال له بص يا لوغ، احنا عيلتنا اسمها عائلة توا، وهي عائلة تستخدم قوتها في الاغتيال لصالح مملكة الفان لا غير، وبنستخدم قوتنا لمساعدة المملكة وقتل المفسدين فيها. ولوغ قال له تمام. اخذ ابوه على السجن علشان يعلمه القتل واساسياته، والسجن اللي هم رايحين عليه ده بيكون سجن مخصص لكل اللي اتحكم عليهم بالاعدام، ليتم عمل التجارب عليهم وتعليم القتل وغيره. المهم بيدخلوا على السجن وبيسأل لوغ ابوه وبيقول له انا متقتل الشخص اللي قدامي. كيان قال له بص يا عم، انت مش اي حد يقول لك على واحد تقتله،
لازم الاول بغريزتك تعرف ان الشخص ده مجرم وتتاكد انه يستحق القتل فعلا، والا هتصبح اداه للقتل لا غير. لوغ قال له قشطه، ودخل على السجينة علشان يقتلها. ابوه قال له هي قدامك، هيعمل اللي انت عاوزه علشان تقتلها، وعرفه بجرائمها اللي عملتها كلها. البنت قعدت تمثل على لوغ على اشياء ما يقتلهاش. بس انت بتلعبي على مين يا بنتي؟ لوغ بيقطع لها ايديها كده وبيقول لها ما تقلقيش شويه وهتموتي من نزيف. البنت بعدها بتظهر على حياتها وبتقول له هقتلك انت وابوك ومش هرحمكم، وهنا بعدها هدفها لوغ بسكينه فماتت. تاني يوم بيكون لوغ مع عيلته بقى في السوق، واتضح ان عيلته دي هي حاكمة مقاطعة توا، وبيمشوا في الاسواق بتاعتهم يراقبوا في المبيعات وما الى ذلك. ولكن لوغ في الوقت ده كان بيدور على اي حد عنده طاقة سحرية علشان يساعده في التدريب، بس للاسف مش لاقي حد. ولوغ في الوقت ده كان عنده 10 سنين وما عادش غير 8 سنين على ظهور البطل. المهم لوغ بيقرر في يوم كده انه يطلع يصطاد لهم اي حاجة وبالمرة يتدرب، وبالفعل انطلق إلى وجهته. ولكن أول لما وصل في الغابة شاف مجموعة ذئابة راح تهجم على بنت مصابة وهزيلة، وقبل ما يقتلوها نزل لوغ وخلص على الذئاب كلها لوحده. والبنت كانت مبهورة جدا ولاحظت قوة لوغ الجسدية، وكانت قوة لوغ الجسدية في تطور مستمر، وده طبعا بسبب بطاقة سرعة النمو اللي أخدها قبل كده. المهم بيسأل لوغ البنت على سبب وجودها هنا، فبتقول له البنت ان بسبب ان الشتاء داخل ومفيش اكل العيله طردوني من البيت علشان يوفروا شويه اكل. لوغ قال لها تمام وعمل لها اكل علشان تاكل. البنت اكلت والدنيا تمام معاها. لوغ قال لها انا ابدا حاكم منطقه توا اللي انت فيها دلوقتي وانا محتاجك معايا. البنت فرحت جدا وعينيها دمعت ووافقت انها تروح معاه، وده طبعا علشان اول مره حد يقول لها ان هو محتاجها. بس لوغ ما قالهاش كده علشان هي ضعيفه ومحتاجه ولا حاجه، ده قال لها كده علشان اكتشف ان عندها طاقه سحريه وهتساعده في التمرين. دماغ يا جدعان. المهم اخذها على البيت ومرت سنتين. لوغ بقى عنده 12 سنه وفاضل 6 سنين على المعركه. البنت كبرت وحلوت وبقت خادمه لوغ، بتروح معاه في كل حته وبتعمل له كل حاجه. هو بالمناسبه اسمها تارتو. لوغ علمها القتال واصبحت بارعه في استخدام الرمح، وعلشان الرمح كبير وما ينفعش يستخدم كسلاح في الاغتيال، لا لوغ عمل لها رمح كده ينفع تخبيه وتستخدمه هي في الاغتيال. والبنت فرحت جدا بعد ما عرفت انها تساعد الشخص اللي محتاجها اخيرا. تاني يوم بقى بيروح لوغ على السوق من اجل مراقبه رعايا المقاطعه ومساعدتهم في حال احتياجهم لشيء، وكان واضح ان شعبيته بقت كبيره جدا هناك والناس بتديله هدايا والكل بقى بيحبه. المهم بيرجع هو وتارتو على البيت وباين عليها انها معجبه بلوغ وبتحبه. اول لما بيوصلوا على البيت بيطلب كيان من لوغ انه يروح له على غرفه التمرين، وده علشان كيان طبعا كان شاكك في تارتو ومفكرها جاسوس جاي للتلصص على عائله توا وسرق مهاراته. المهم لوغ بيقول له انه بعد مراقبتها لعامين كاملين اتاكدت انها بريئه ومجتهده في شغلها. الاب قال له طب الحمد لله اننا مش هنقتلها، وقال كان له لوغ دلوقتي انت كبرت وبقى عندك 12 سنه ولازم تعمل اختبارين ليتم الاعتراف بك رسميا في عائله توا. وبالفعل وافق لوغ على الاختبار الاول، والاختبار بيكون منافسه ما بين كيان ولوغ ومحاوله للفوز عليه، وده طبعا من غير استخدام اي سحر وباستخدام طرق الاغتيال فقط. وبدات المعركه ما بين الاثنين، كل منهم اخذ مكانه في الغابه لمحاوله اغتيال الاخر. الاب كان بارع جدا وقدر ان هو يكسر رجل لوغ، ولكن لوغ قدر ان هو يبعد عنه ويشفي نفسه، وبدا لوغ يركز بعدها وبصعوبه جدا قدر ان هو يفوز على ابوه. بعدها بدا كيان يعالج في جروح لوغ اللي اصيب بها اثناء النزال، وكان فخور جدا بابنه لانه هزم اقوى واحد في عائله توا اللي هو كيان يعني، وبيقول له انه مستقبلك باهر جدا في الاغتيال. وكيان كمان بيقول له انا دلوقتي ما عادش في حاجه اقدر اعلمها لك اكتر، انت دلوقتي محتاج للخبره مش اكتر. وبالفعل بدا لوغ في معاونه ابيه لقتل بعض المفسدين من الدول، ولوغ بقى جامد جدا فعلا. وبعدها هم مروحين في عربيه كده في مره كان بيقول له لوغ دلوقتي انا هقول لك على اختبارك الاخير. بيقول له بيت اي شخص نبيل بيكون معزز بالحراسه، وعلشان تقدر تدخله او تاخد منه معلومات لازم تتعلم مهن تانية زي الطهي وعزف البيانو وغيره، وده طبعا علشان تقدر تدخل البيت من غير ما حد يشك فيك. فعلشان كده اختبارك الاخير هو انك تكون تاجر، وده طبعا هيسهل لك من شغلك في الاغتيال بسبب امتلاكك لمعلومات كبيره اذا قدرت تتعامل مع النبلاء في التجاره. لوغ قال له تمام بس انا اروح ازاي او هبقى تاجر ازاي؟ كان قال له انا كنت اتفقت مع اكبر تاجر في مدينه ميلتو اثناء ولادتك، وتم تزوير شهاده ميلاد لابن لي اسمه إليغ باور، فانت هتروح هناك على هيئه إليغ باور ده، وحتى لو دوروا عليك فمش هيعرفوا يوصلوا لحاجه. لوغ قال له تمام يا عم. وبالفعل كان رجع على البيت واقام احتفال بمناسبه وصول لوغ للاختبار الاخير وهو لسه عنده 12 سنه، وبيقول ان هو هيبقى كبير عائله توا بعده. والكل كان مبسوط جدا من الاحتفالات ومبهور من لوغ اللي ولد واحد اسمه روناه.
كان معترض علشان عاوز يبقى كبير العيلة وبيعترض على لوغ في الوقت ده، فكان أقابه برزة ما بين الاتنين وفاز بيها لوغ طبعا وفي ثواني، والواد اتحرك كده ووشه احمر وبعدين مشى. ولكن لوغ راح عليه بعد الحفلة وطلب منه انه يكون فارس ليه، وعرض عليه تعلية مكانه في العيلة بعد توليه القيادة في المستقبل. الواد فرح جدا ووافق على العرض، ولوغ عطاله سيف كده كهدية في المقابل، وقال له السيف هيليق عليك اكتر من سكينة يا صاحبي. المهم تاني يوم بيجهز كل من لوغ وأطرته للذهاب الى ميلتو، بيودعوا العيلة وبعدين بيمشوا وبس لحد هنا. وبعدما وصل لوغ ميلتو هو وطرته، تنكر كل منهما علشان محدش يعرفهم. لوغ صبغ شعر اسمر وقال كده رسميا انا إليغ باور التاجر في السنتين الجايين دول. ومن ناحية اخرى كان في مجموعة من البنات الصغيرين ما عندهمش شغل ولا مكان يباتوا فيه، كانوا بيدوروا على اي شغل حلال علشان ما يحتاجوش لحد، وكانت حياتهم بائسة جدا لحد لما مها البنت ام شهر بنفسجي دخلت عليهم وساعدتهم وبدأوا يكونوا نفسهم. ولكن الحياة قد تكون ظالمة في بعض الاحيان يا صديق. وهم قاعدين في امان الله بيحسبوا الفلوس اللي لموها النهارده، بيطلع عليهم مجموعة من الحرامية علشان يخطفوهم. البنت مها عندها طاقة سحرية وقدرت تجري منهم، ولكن في الاخر مسكوهم كلهم، اخدوهم على بيت كده وحطوهم هناك، قالوا لهم ده هيكون بيتكم من هنا ورايح، واي حد مش هيسمع الكلام او هيحاول يهرب هيتم معاقبته اشد العقاب. البنات دخلت وقالوا ايه اللي هيحصل فينا دلوقتي، احنا كنا لسه ما صدقنا حياتنا بدأت تظبط، ولكن كل ده راح هباء منثورة في ثواني، ويا ترى هيعملوا فينا ايه؟ واتضح ان الحرامية دول ناويين يشغلوهم في المكان ده بالنهار ويخلوا الناس تتفرج عليهم بالليل، وبعدين يودوهم لبيوت الأغنياء من أجل إمتاعهم وتفريغ رغباتهم. البنات بعد فترة ما عادوش قادرين يستحملوا اللي بيحصل فيهم، واحدة منهم شوهت وشها علشان ما عادش حد يختارها. حياة صعبة ومؤلمة من جميع النواحي. وفي مرة بتسمع مها رئيس العصابة وهو بيتكلم عليها، بيقول هي كبرت ولازم نعرضها للناس هي كمان دلوقتي. مها أول لما بتسمع الكلام ده بتجري وبتروح علشان تعور وشها وتبقى وحشة في عين أي حد هيشوفها. مسكت المنجل وخلاص هتجرح وشها، ولكن فجأة بتسمع صوت من وراها بيقول لها الدموع مش لايقة عليكي. بتتضير عليه وتبص وإذا به لوغ. يا جماعة كنت فين يا ابني وسايبهم يتبهدلوا ده كله؟ واتضح إن لوغ راح هناك علشان ياخد حد منهم يساعده في التجارة. المهم هو عارف إن مها عندها طاقة سحرية واختارها، دفع فلوسها وخلاص هياخدها. ولكن رئيس العصابة كان طمعان فيها، قال له لا مش هعرف أعطالك دلوقتي ولازم تستنى 3 أيام وبعدين تعال خدها. مها كانت عارفة ايه اللي هيحصل ومرعوبة ومش قادرة تتكلم، نفسها تقول له خدني معاك بس برضه مش قادرة تتكلم. بيوافق لوغ على كلامه بس بيقول له دلوقتي انا دفعت تمنها وهي دلوقتي من عيلتي، فلو حصل لها حاجة مش هيحصل لك كويس. الراجل قال له تمام وبعدين مشى لوغ. الراجل جاهز مها علشان يبيعها لأحد الزبائن في اليوم ده. البنت صاحبتها بتجهزها وبتقول لها انا فرحانه لك علشان اخيرا هتمشي من هنا، بس كنت اتمنى انك تروحي قبل ما يحصل فيكي حاجه. بتعيط مها وبتعيط البنت وبيحضنوا بعض. بتركب مها العربيه مع التاجر وبتقول في نفسها انا نفسي كنت اروح معاك المره اللي فاتت، مش هسمع لحد انه يعمل معايا حاجه قبل ما اروح معاك. بتزق التاجر وبتنزل من العربيه بتحاول تجري، ولكن الراجل اللي معاها طلع بيستخدم السحر هو كمان، بيمسك مها وبيحاول يأذيها. مها بتعيط ومش عارفه تعمل اي حاجه. وفي اللحظة دي الأسطورة بيوصل. أيوة لوغ وصل يا جدعان. بيمسك إيده وبيقول له مش قلتلك ما تلمسش حد من عيلتي؟ بيحدفه بإيده وبيقول لمها ما تقلقيش خلاص هتبقى بخير. بيجي رئيس العصابة وبيوقف الراجل وبيهجم على لوغ، بس انت غلبان يا ابني، جه وقت الحساب ولازم تتعاقبوا. بيضربهم شينو وبيخلي الشرطة تقبض عليهم، وبيرجعوا على باقي البنات وبيحرروهم من اللي هم فيه. البنات بتفرح جدا، ولوغ كمان بيعالج البنت اللي كانوا وشها مشوه وبترجع احسن من الاول كمان، وما بتكون مبسوطة على الاخر. جمال جمال يا جدعان. وبعد فترة بيكون لوغ بيعمل عملية لابن باور التاجر اللي هو المفروض ابنه دلوقتي، وبيقول لوغ لابن التاجر انه ما يقولش لحد انه عمل له العملية دي حتى لو كان الشخص ضمه علشان ما يحصلش مشاكل معاه. وبيشكر التاجر لوغ على العملية وبيقول له انت كده ليك جميل عندي. وبتكون اوراق مها خلصت في التبني ودلوقتي بقت وكأنها اخت اللوغ. وتاني يوم بيقول باور للوغ انه كان عنده محل مفتوح في المنطقة هنا، ولكن للأسف المحل فشل، وانه عاوز لوغ يفتح المحل هو علشان هو ذكي وهيقدر يجيب الزباين. وبيوافق لوغ على الفكرة بتاعته علشان عارف ان الموضوع ده هيساعده في الاغتيال. ولما بيرجع لوغ على البيت بتكون مها وتارتو مستنيينه، وبيكون باين على الاتنين انهم بقوا بيحبوا لوغ جدا، وبيعرفهم لوغ باللي حصل.
وانه هيفتح محل مستحضرات تجميل هنا. فبتقول له مها ان محلات التجميل هنا كتير في مدينة ميلتو وصعب انك تعرف تفتح حاجة، بس لوغ بيكون مخطط لكل حاجة. تاني يوم بيروح على باور هو وزوجته، واللي بتكون مفكرة لوغ ابن غير شرعي الباور، فعلشان كده بتعامله بطريقة مش كويسة. بس بعد ما لوغ بيوري لهم المرطب اللي صنعه للبشرة بتنبهر منه جدا، وده لانهم لسه ما عندهمش مرطبات في العالم بتاعهم. وبيفرح التاجر من ذكاء لوغ وبيعينه مسؤول على كل حاجة، ولكن لوغ بيفكر في كل حاجة لقدام، وبيقول لباور انه محتاج شهر يجهز للمكان، وعلشان محدش يقدر يكتشف طريقة صنع المرطب هيتعامل بالمنتجات مع مقاطعة توا، واللي هي بلد المختلين بتاعته يعني، وبالتالي محدش يقدر يدخلها ويسرق الوصفة. فبيوافق التاجر على كلامه، وبعد اسبوع بيروح لوغ على توا وبيجيب البستين اللي بيعملوا منه المرطب، وبيفتحوا محل التجميل فعلا وبيبقوا اشهر ناس في المنطقة، وبتشغل معها اصحابها البنات معاها في المكان، وبيكونوا بقوا سعداء جدا ومستقبلهم متأمن. ولوغ كمان بقى فرحان علشان بعد نجاحه الاميرات وزوجات النبلاء بقوا بيكلموه على طول، والموضوع ده هيسهل دخوله القصر اي حد ملكي او من النبلاء علشان لو عاوز يغتاله بعد كده. وبما ان الشركه بتاعت لوغ ناجحه فبيحاول بعض الجواسيس انهم يخطفوا لوغ ويعرفوا سر المرطب منه، بس بتقدر ترتو معها انهم يقبضوا على الجاسوس وبياخدوه وبيعذبوه لحد لما الراجل بيكره اليوم اللي شافهم فيه. وبيكون لوغ كل شهر بيروح يوم على ديا وبيقضيه معاها، وده لانه وعدها بكده. وبتكون ترتو معها حاسين بالوحده في اليوم ده من الشهر بعد ما لوغ بيمشي، ولما بيوصل لوغ على ديا بتكون مبسوطه جدا وفرحانه، وبيعطيلها لوغ الشوكولاته وحاجات من اللي بيصنعوها. وبتكون ديا اكتشفت بعض التعويذات الجديده اللي هتساعد لوغ في شغله، ومن ضمنها تعويذه انعدام الجاذبيه، واللي بتبهر لوغ جدا لانه مخطط لها على حاجات عظيمه قدام. وبيقضي لوغ اليوم مع ديا لحد اخره، وبيكون الحب بين الاتنين بيكبر اكتر واكتر. وبيودع لوغ ديا وبيقول لها انه هيجيلها الشهر الجاي، وبيكون باين عليها زعلانه كده وبتقوله انها هتستناه، وبيخلص اليوم على كده. تاني يوم بقى والعيال صحاب مها ماشيين لوحدهم بالليل، اذ اتنين حراميه بيهجموا عليهم علشان يخطفوه. ايه يا جماعه هو مفيش غيرهم ولا ايه؟ ولكن المره دي مها اصبحت قويه وقدرت انها تلحق البنات وتضرب المجرمين، وقالت لهم لو حد فيكم قرب لهم تاني انا مش هرحمه. وبيخلص اليوم على كده. وبيكون لوغ بعت ترتو علشان تتدرب على الاغتيال، وخلى مها تدير امور التجاره علشان يستفاد من كل حاجه لاقصى درجاتها. ترتو بترجع من تدريبها وبتجيب له زراير الناس اللي قضت عليهم، وبيكون لوغ فرحان منها جدا، وبيقول لها الناس اطلقوا عليها لقب عذراء القتال فائقه السرعه. البنت بتتحرك كده وبتقول له ما تقوليش كده يا عم. وبيكون لوغ قضى السنتين كتاجر، وسمعته كبرت في جميع انحاء المدن المجاوره، وما عادش في نبيل او حاكم ما يعرفش بشركه باور للتجميل. المهم بيقرر لوغ انه هيرجع على توا ويسيب الشغل كله في ايد مها، بيخلص معاها باقي الورق وبيقول لها على كل اللي هتحتاجه. البنت كان باين عليها الثقة وقررت التوسع في الشغل كمان. لوغ ما عرضهاش وقال لها أهم حاجة النتائج. بيجي أصحاب مها لوغ وبيدوله هدية منهم علشان كل الحاجات الطيبة اللي عملها علشانهم، بياخدها لوغ بسرور وبيشكرهم عليها. تاني يوم بيروح ترتو ولوغ علشان يرجعوا على توا، بيودعوا مها وبينطلقوا إلى وجهتهم. بيعدوا كده في الطريق على شوية ذئابة سحرية. ترتو بقى هي المرة دي اللي بتهجم عليهم، وباين عليها القوة والخبرة في القتال، وبالفعل قدرت انها تهزمهم كلهم. ولوغ مدحها كده وقال لها شاطرة يا ترتو. ولكن لوغ في الوقت ده بيقول في سره في وحوش شيطانية ظهرت، وشكل البطل قرب يظهر، وباين على وجه لوغ علامات الجدية. ولوغ في الوقت ده عنده 14 سنة. المهم بيرجعوا على البيت وبيعدوا على شوية مزارعين في الطريق، واللي بيكونوا فرحانين جدا برجوع لوغ للبلد، وبيدوله هدايا كمان. بيوصل لوغ على البيت وبترحب بيه امه بكل طيبة وحنان، وبتقول له ابوك مستنيك جوه. بيدخل على ابوه وبيرحب برجوعه للبلد، ولكن ابوه بيقول له انت دلوقتي بقيت راجل يا لوغ، انا كنت بعتك على اساس تتعلم التجاره بس ما تخيلتش انك تنجح النجاح الباهر ده، انا بجد فخور بيك. ولكن الاب بيقول له لوغ انا كنت عاوز اقول لك على حاجه دلوقتي، انت لسه صغير وما دخلتش مجال الاغتيال لسه، عاوزك تدور على الطريق الصح وتشتغل في اي حاجه علشان حمل الاغتيال تقيل عليك يا ابني. وقال له انت نجحت في التجاره اهو، وفي حاجات تانية كتيره تقدر عليها. لوغ بص له كده وقال له انت بتقول ايه يا عم؟ انا عملت كل ده علشان اسهل مهماتي في الاغتيال مش اكتر. وهقول لك على حاجه كمان، انا بختار اكون مغتال في عائله توا، اولا علشان احمي كل الناس في المدينه هنا والناس اللي بحبهم وما اخليش في حاجه تحصل لهم، وتاني سبب بصراحه علشان انا بحب ديا وعاوز اتجوزها، ولو بقيت تاجر مش هينفع اتجوز بنت الكنت علشان مش هكون من عائله نبيله وكده. الاب ضحك كده وقال له خلاص خليك احسن مغتال يا عم، وعطاله اول مهمه ليه، وهي قتل رجل يعمل في المخابرات للدوله، ولكن اتضح مؤخرا انه بيبيع المخدرات والمسكرات لاهل المدينه والجنود. لوغ قال تمام وقال في باله انا هخلي العمل مثالي. وبعدما اخذ لوغ اول مهمه ليه، قرر انه يتاكد بنفسه اذا كان المطلوب
المطلوب يستحق القتل ولا لا. اول حاجه عرف تارتو بالهدف علشان تجهز وتعمل حسابها، وتاني حاجه كتب لمها رساله علشان توفر لهم طريقه لدخول قصر الكنت، وبعت لها عن طريق حمام كده يعني من خلال رساله مشفره ومحدش هيفهمها غيرها. تاني يوم لغو وتارتو اتجهوا الى مقاطعه هذا الكنت علشان يراقبوا احوال الناس ويتاكدوا من الكلام بنفسهم. دخلوا المدينه وشافوا جنود في حاله مزريه، كملوا مشي جوه العاصمه وفجاه لقوا بنت بتبيع المخدرات على هيئه عصير عنب. لغو بعد ما داقوا وعرف انه مش عصير كسر العلبه ورماها، وده خلى الرجاله اللي موزعين المخدرات يتعصبوا، ولكن لغو وتارتو قاموا بالواجب معاهم. البنت الصغيره كانت قاعده بتعيط علشان لغو وقع لها الحاجات وبتقول امي امي. لغو لما بيسمعها بيروح علشان يشوف امها، واتضح ان امها هي كمان بقت مدمنه بسبب البلاوي اللي بتاخدها دي، وده طبعا بيخلي لغو يساعدها، بينامها كده وبعدين بيعالجها. وبكده لغو اتاكد ان الكنت بيوزع المخدرات ولازم يتقتل، وفضل بس يعرف يقتله ازاي. وبالفعل تاني يوم لغو راح مع مها على بيت الكنت، واثناء الطريق كان باين عليها انه كان وحشها قوي. ما علينا. المهم بيوصلوا على بيت الكنت وبيسلموا على مراته، بيدخلوا جوه وبيعطلها المرتب على اساس انه مرتب جديد وهي اول واحده تستخدمه وكده. بيقضوا اليوم هناك وبيعرفوا اللي هم عاوزينه وبيمشوا. تاني يوم بيجهز لغو وتارتو من اجل القضاء بقى على الكنت ده. لغو بيقول على حسب كلام زوجته هو بيطلع علشان يشرب ويتفرج على القمر وهو طالع، بيجهز لغو القناصه وبيحط فيها الرصاصه، بيحدد مكان الكنت بعينه وبوم بيقضي عليه. وبكده اول مهمه لغو تمت وبنجاح. ولكن لغو بعد ما شاف زوجة الكنت وهي بتبكي بعد وفاته حس انه اتأثر كده من اللي حصل، ولكن تارت خففت عليه يا ابن المحظوظة. وطبعا رجعوا على البيت. بعدها فترة بنلاقي ان لغو قاعد في جزيرة معزولة لمدة هو وتارتو يعني، وده طبعا للسبب هنعرفه قدام. المهم بيكون خلص اللي بيعمله وبيرجع علشان يقابل مها ويعرف منها المستجدات في غيابه. بيركبوا العربية وبتقوله على السلاح الامبراطوري اللي موجود، وده طبعا هيساعد لغو في هزيمة البطل وعلشان كده هو محتاجه. ولكن بتقوله ان السلاح ده مع واحد اسمه سانتا، وده اللي بيرجح ان هو يكون البطل. لغو في الوقت ده فكر شوية وقال لها طب ايه الاخبار التانية؟ قالت له حصل حرب ما بين مملكة سويغل وبعض اهاليها، وده طبعا هدد العائلة الحاكمة جدا وما بقوش عارفين يعملوا حاجة. لغو بيترعب كده لان عائلة دي هي الحكام للمنطقة دي. تخيلوا الموضوع وقف على كده؟ لا والله. مها بتقوله ان المساعد على الثوره دي هو سانتا اللي معاه السلاح الامبراطوري. ده شكلها ولعت. لغو بعد ما بيعرف بالكلام بيروح على ديا علشان يعرف منها اكتر. البنت كانت فرحانه جدا برجوع لغو ليها، ولكن لغو كان عاوز يعرف هي كويسه ولا لا، وعرض عليها انه يهربها هي والعيله لو في عندهم مشاكل، ولكن ديا ما وافقتش وقالت له تعالى بينا يلا نخرج. لغو معرفش يقنعها وخرجوا فعلا. صبغت لون شعرها علشان محدش يعرفها وتمشوا في الشارع. ولكن لغو كان حاسس بحاجه غريبه وهو ماشي. بيقول لها الناس اللي هنا في المدينه حاسس انهم كلهم جنود ومش ناس عاديه. دي قالت له لا يا عم بتهيالك وتويت عليه علشان ما يعرفش اكتر. المهم راحوا ولفوا في المدينه واكلوا والدنيا بقت تمام معاهم. خلصوا اليوم ودي وعدت لغو انها تبقى تجيلهم البيت. لغو خرج من المدينه وهو مطمن على ديا، ولكن بعد ما مشى لغو ديا رجعت لون شعرها وقالت وهي بتعيط مع السلامه يا لغو. واتضح ان كل الناس في اهل المدينه هم جنود فعلا وشكلها هتولع دلوقتي. المهم بعد فتره ولغو نايم تحت الشجره بتجيله تارتو بسرعه وهي مرعوبه وبتقول له الحق يا لغو في حاله طارئه. بيجري لغو علشان يشوف في ايه. اول لما بيدخل بيلاقي واحد مجروح قدامه وبينزف من كل حته، وكان بيقول للغو في مهمه جديده جاتلك والمطلوب في المهمه ديت هي ديا فالكوني. لغو بيترعب جدا وبيتصدم من اللي بيقول ابوه. بيجمع لغو شتات نفسه وبيقول قبل ما اوافق او ارفض لازم اعرف السبب الاول، ومش دي من مملكه سويغل ومش من الفان، واغتيالها يؤدي الى مشاكل دوليه. ابوه قال له ايوه فعلا، ولكن العمل ده مش ناجم عن اوامر الدوله، ده ناجم عن مشاعر شخصيه. لغو قال له فسر لي كل حاجه واحده واحده. كان قال له بص يا عم، عائله دي هي العائله الملكيه وقام عليها حرب من قبل اعوان سانتا وخسروا في الحرب دي، والكونت خسر كتير من اراضيه وثروته، ولكن بسبب طمع بعض النبلاء في ديا علشان عندها قوه سحريه كبيره قرر بعض النبلاء انهم يتجوزوها علشان تجيب له خليفه قوي. وديا طبعا وافقت، ولكن الشعب من حبه في عائله ديا رفضوا الكلام ده وقتلوا المبعوثين اللي كانوا رايحين ياخدوا ديا، ونتيجه لذلك اندلعت الحرب ما بينهم. لغو قال له تمام، يعني انت عاوز نقتل ديا دلوقتي علشان اوقف النزاع ده والدنيا تهدى. ابوه قال له لا مش بالظبط كده، انا عاوزك تمثل انك اغتلتها وتم قتلها وبعدين تجيبها هنا وبكده الحرب هتنتهي وديا مش هتموت. لغو قلبه ارتاح كده وقال له فكره جميله وانا موافق عليها. ابوه قال له طب ايه الدوافع اللي خلتك تقبل بالمهمه دي؟ لغو قال له اول حاجه علشان دي علمتني السحر وانا مدين ليها، وتاني سبب علشان انا بحب دي، وتالت سبب علشان انا وقتها لو هي كانت في مشكله فانا اروح اساعدها. ابوه قال له تمام، وبيقول له كمان تخيل اني كمان قابلت بمهمه زي دي قبل كده، وكان ده كله علشان الحق اسري من انها تتجوز نبيل هي كمان. يعني من الاخر كده هذا شبل من ذاك الاسد. اهو دلوقتي لغو هيروح علشان يلحق ديها زي ما بقول حق امه. عيله رايقه الصراحه.
المهم بيجهز لغة علشان يمشي، وبتروح تارتو معاه علشان تساعده في توفير طاقته السحرية. بتعمل دوامة رياح بواسطة طاقتها وبتسحب لغ فيها. الدوامة دي بتشد لغ وبتمنع مقاومة الرياح ليه، يعني من الاخر كده وكأنها شايلاه. وبتكون تارتو بتعمل كده علشان تساعد الشخص الوحيد في العالم اللي قال لها ان هو محتاجها. مشاعر تارتو قدرت انها توصل لغ لاكتر من 200 كيلو، واللي هي اكتر من 3/4 المسافة. المهم بيودعها لغ وبيقول لها انه هيرجع ان شاء الله، وهو بيكمل جري باقصى سرعته وهو بيقول ديا ديا. بيوصل هناك وبيتصدم من اللي قدامه، جيش مكون من اكتر من 1500 فارس محاصر قصر عائلة فاركوني. لغ بيستغرب انهم صمدوا المدة دي كلها، ولكن بعد رؤيته للاعداء بيكتشف ان ديا استخدمت البنات اللي علمها لها وهجمت بيهم، وده عطلهم الوقت ده كله. المهم لغ بيبدأ بقتل مستخدمين السحر في الجيش من اجل اضعاف القوة. الجنود بتترعب والكل اصبح في حالة فوضى. لغ بيستغل الفوضى وتجمعات الجيش وبيحدف عليهم اسهم فيها بلورات متفجرة، انفجارات يمين وانفجارات شمال، والجنود يعني ما بقوش عارفين يروحوا فين. ولغ في الوقت ده كان قادر يحدد مكان ديا. اخد جثة بنت معاه وتسلل الى القصر، وده علشان يزيف مدية على اكمل وجه. وبالفعل بيوصل لغ هناك، وبتكون ديا في قمة السعادة بعد ما بيوصل. لحظة مؤثرة جدا جدا الصراحة. وبياخدها لغ في حضنه وبيقول لها انا جاي اغتالك، تقول له موافقة. بيجي ابو ديا وبيقول له انا مش مصدق انك جيت، بس عاش عليك والله. لغ بيسأل ابوها وبيقول له انت تعرف تعمل ايه علشان تهرب من هنا؟ الاب بيقول له انا احلى واحد يخسر ويهرب من الحرب، بس لو كنت لوحدي. لغ قال قشطة، بص يا ديا انت هتعملي زي ما انا اقول لك بالظبط علشان نخلص من الليلة دي. قالت له تمام يا باشا. لغ طلع جثة البنت اللي اخدها من الحرب، هي دي بنت ولا ولد الله اعلم. المهم قال لي ديا بص يا بنت الناس، انت هتفتح الشباك وتصوتي وتقول انا مش هستحمل حد تاني يموت بسببي، وبعدها هنولع في المكان والناس هتفكرك انتحرتي. قالت له ديا تمام يا رجولة. وبالفعل فتحت الشباك وخلاص هتصوت، ولكن فجأة لغ بيحس بحاجة خطيرة جاية عليها، وفعلا بيكون سانتا بيحدفهم بالسلاح الامبراطوري بتاعه. بيحدفوا لغ بحاجة ضده بس ما بيأثرش، ولكن بيقدر لغ ان هو يلحق ديا. وبعدها بيكون السلاح الامبراطوري طاير في الجو. لغ بيتعصب وبيجهز المدفع علشان يضرب سانتا. بيقول لديا غمضي عينيكي وافتحي بقك. بيضرب بالمدفع وبيفجر سانتا بالمكان اللي حواليه، ولسه بيضير وشه علشان يرسم قدام حبيبته بيلاقي سانتا بينده عليه وبيقول له جامد والله عجبتني. وبيزعق سانتا اكتر وبيقول له لو ما جيتش واجهتيني اخطف البت بتاعتك واقتل ابوها وبلدهم كلها قدامها. ديا بتكون مرعوبه. لغ بيقول في باله ده شكلها هتقلب مجزره. لغ بيجهز رصاصه من التيتانيوم العملاقه وبيطيرها في الهواء، وهنعرف السبب بعد شويه. بيقول لابو ديا تعالى معايا نخلص على الواد ده. ديا بتقول له انت اقوى منه صح؟ لغ بيقول لها انا اخر هثبته 10 ثواني، انت مش شايف عامل ازاي؟ ديا بتقول له يعني هتخسر؟ قال لها لو انا واجهته هخسر، بس انا مش هواجهه، انا هغتاله. وراح علشان يواجهه. سانتا كان فرحان وبيقول اخيرا هواجه واحد قوي. بيقول انا متحمس. لغ قال له عيب عليك وهتخسر في النزال كمان. وكان بيقول في باله فاضل 300 ثانيه. سانتا قال له عرفني باسمك علشان افتكره بعد ما تموت. لغ قال له انا اسمي فياري. سانتا قال له قشطه يا فياري هفتكرك. لغ قال في باله فاضل 150 ثانيه، وقال لسانتا رجع جنودك لورا علشان ما يتاذوش مني. سانتا قال له قشطه ورجعهم. لغ بيقول في باله فاضل 30 ثانيه، وبيقول لسانتا علامه بدء المعركه مع نزول العمله دي على الارض. بيحدف لغ العمله في الجو، وسانتا بيجهز ويتحمس علشان يهجم على لغ. لغ بيقول في باله 3 2 1 وهوب صاروخ بينزل يفجر سانتا هو وكل اللي حواليه. طب ايه اللي حصل ده؟ تعالوا نفسره. بعد ما لغ اتقن تعويذه في انعدام الجاذبيه، وجه رصاصه التنجستن اللي عملها للفضاء وجهزها علشان تسقط على مكان سانتا، وعلشان يعرف يخليها تنزل على مكانه بالظبط كان وجهها بواسطه سحر رياح، وكان اتدرب على الجزيره مع تارتو علشان تسقط على الهدف بالظبط، وكان حاسب الوقت اللي هتاخده وفضل يضحك على سانتا لحد لما اغتاله. وبكده سانتا مات، واللي لغ كان مفكره البطل يعني. وبيكون لغ اتعور من اثار نزول الرصاصه. بتفوق دي وبتقول له انت بخير يا حبيبي، فبقول لها اللهم اني صائم، عينيك دي ولا طبيعي ملوخيه؟ وبقول لها من النهارده انت بتاعتي، فبتقول له موافقه. بيرجعوا على بيتهم وبتلاقي امه جايبها معاه. الام بتكون فرحانه وبترحب بيه، وبيكون الكل فرحان برجوعه. وبس لحد هنا بينتهي الانمي. لو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك يا صديقي، ويلا احلى سلام عليك يا ريا.